قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد تحدثنا بالأمس عن إدراك الركعة بالركوع. يعني أنت لو أدركت الإمام ركعة تحسب لك تلك الركعة، لو أدركت الإمام ركعة تحسب لك تلك الركعة، كما ورد في حديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، وكما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما بالنسبة لقول العلماء الآخرين على رأسهم الإمام الشافعي في المذهب الجديد والإمام البخاري أنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى تحسب لك تلك الركعة، فكلامهم صحيح إذا أنت أدركت الإمام يقرأ أو أدركت الإمام قائما. طالما ركع فأنت لك رخصة، إذا أدركت الإمام ركعا وركعت معه تحسب لك تلك الركعة، تحسب لك تلك الركعة، وهذا من فضل الله ورحمته، وهذا من فضل الله ورحمته. ولا بد أن تدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أما لو أنت جيت تركع لقيت الإمام رفع رأسه فهذا لا تجزئ، يعني لا تحسب لك تلك الركعة. وقبل ما تركع مع الإمام حتى تحسب لك تلك الركعة لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أما الأفضل أن تكبر تكبيرة الإحرام وترفع يديك، ثم تكبر تكبيرة الركوع وترفع يديك، ثم تركع مع الإمام. هذا هو الأفضل. لكن إن كبرت تكبيرة الإحرام بدون رفع اليدين وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، كما قال العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. أما لو أدركت الإمام وهو يقول سمع الله لمن حمده لا تحسب لك تلك الركعة، ولو أدركت الإمام ساجدا لا تحسب لك تلك الركعة، وعليك أن تصلي بدلا منها، كما قال العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. أيضا بالنسبة للركوع يستحب، من باب اللي احنا نخلص موضوع الركوع، يستحب أن تقول في الركوع هذه الكلمات الطيبات التي وردت عن نبي رب الأرض والسماوات صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب، أن تقول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة. سبحان ربي العظيم أكثر من مرة مستحب عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والدليل هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. الإمام النسائي أعل هذا الحديث، الإمام مسلم رواه في صحيحه وصححه. أما الإمام النسائي فقد قال عن هذا الحديث الصواب أنه مرسل، لكن الحديث له شواهد، الحديث له شواهد. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني صلى بحذيفة يعني صلاة قيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل. يعني يمر بآية فيها رحمة أو جنة يقول اللهم اجعلنا منهم، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ، يعني يقول أعوذ بالله من هذا أو أعوذ بالله من ذلك.
وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، كما ثبت في صحيح مسلم بدون عدد. ما كانش حذيفة ما ذكرش بيقول سبحان ربي العظيم قد ايه، ما ذكرش، لكن الحديث يدل على أن تقول هذه الكلمة أكثر من مرة. إيه الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع بمقدار القيام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بوقت معين، يعني كان بيقرأ نص ساعة مثلا، بيخلي الركوع زي القيام، يعني بيخلي الركوع نص ساعة مثلا. فأنت لو أنت قرأت بمقدار 5 دقائق أو 10 دقائق وأنت واقف، اجعل الركوع مثل القيام، يعني زي ما أنت قرأت 5 دقائق أو 10 دقائق، خلي الركوع 5 دقائق أو 10 دقائق، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان ربي العظيم تقال في الركوع أكثر من مرة. أما حديث أنها تقال 3 مرات فالحديث مختلف فيه، من بين مضاعف ومن بين مصحح. في اللي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم 3، وفي اللي ضعفه. المهم أن أنت ما تقولش لا مرة ولا 3، إذا زدت فهو خير. لو أنت قلتها أكثر من مرة فهو خير خروجا من الخلاف، لكن الفرض مرة واحدة، الفرض مرة واحدة كما قال العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. أيضا يستحب أن تقول في الركوع كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح وقدوس رب الملائكة والروح، هذا ما سوف نعرف معانيها جميعا بعد الأذان، وأذكركم بترديد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فبعد ترديد الأذان يستحب أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، أو أن تستغل هذا الوقت بالدعاء.
فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما ورد عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا بأنه يستحب في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة، ويستحب أن تقول كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني سبوح؟ سبوح يعني منزه عن النقص وعن العيب. ربنا تبارك وتعالى منزه عن النقص وعن العيب، يعني أي صفة فيها نقص أو أي صفة فيها عيب لا يجوز لك أن تنسبها إلى الله عز وجل. قدوس يعني ربنا تبارك وتعالى منزه عن القذارة أو عن الذنوب أو عن النجاسات. رب الملائكة والروح يعني رب الملائكة جميعا والروح اللي هو جبريل عليه السلام. الروح هنا يعني جبريل، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال رب العالمين جل وعلا. فالروح المقصود رب الملائكة والروح اللي هو جبريل عليه السلام. وطبعا جبريل خص بالذكر ان اتقال لوحده خارج الملائكة لشرفه ولفضله عن الملائكة عليه السلام. ويستحب أيضا أن تقول في الركوع وفي السجود ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. يعني ايه يتأول القرآن؟ كلكم تحفظون سورة النصر. سورة النصر ربنا تبارك وتعالى قال ايه فيها؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أعمل إيه؟ لو الناس ده أكثرهم دخلوا في دين الله وفتح الله للإسلام دولة، أعمل إيه يا رب؟ أشكر ربك. أعمل إيه يعني؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خد بالك بقى، فسبح بحمد ربك يعني تقول إيه في الركوع والسجود؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفر تقول اللهم اغفر لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالآية ويعمل بها في الركوع وفي السجود. فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أخذا بالآية كما ثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وده مستحب اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كما ثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ويكره في الركوع أن تقرأ القرآن وأنت راكع. يكره أن تقرأ القرآن وأنت راكع.
إيه الدليل على أنه يكره قراءة القرآن في الركوع؟ هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. رب العالمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أمته أن يقرأوا القرآن في الركوع أو في السجود. أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. عظموا فيه الرب يعني كل سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني إيه؟ في السجود أكثر من الدعاء. قمن يعني كن واثقا وكن متأكدا وكن جديرا بأن الله سوف يستجيب لك الدعاء الذي دعوت به في السجود. ففي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء كما ورد عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى الركوع عظم فيه الرب. يكره لك أن تقرأ القرآن في الركوع أو في السجود. واحد يقول لي يعني أنت جبت الذئبة من زي جبت الدين من دير يعني؟ طب ما احنا عارفين ان الركوع ما يتقرأش فيه القرآن. لا، ده بيتعمل الأيام دي. بتلاقي ناس مثلا دخل والإمام في آخر القراءة يروح يقرأ الفاتحة ويلاقي الإمام يركع، يروح مكمل الفاتحة وهو بيركع. يعني هو ما لحقش يقرأ الفاتحة كاملة، فلاقي الإمام ركع يروح مكمل الفاتحة في الركوع. هذا يكره، هذا يكره. طيب ينفع إن أنا أدعو بدعاء من القرآن في الركوع أو في السجود؟ أنا هدعو بدعاء من القرآن بس مش هقرأ القرآن، بس هدعو بدعاء من القرآن. نعم يجوز. مش معنى دي؟ لأن النية هنا الدعاء وليس قراءة القرآن. أنت خدت دعاء من القرآن، نيتك الدعاء وليس قراءة القرآن، فيجوز لك أن تدعو بدعاء من القرآن في الركوع وفي السجود كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب جميل قوي. ده بالنسبة للركوع. بالنسبة للركن الذي يليه ألا وهو القيام من الركوع. القيام من الركوع ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائض الصلاة. لو تركتها عمدا، لو تركت القيام من الركوع لبطلت الصلاة، الصلاة أصبحت باطلة لو تركتها عمدا. أما لو تركتها ناسيا فعليك إعادة الركعة مع سجدتي السهو. عليك بإعادة الركعة مع سجدتي السهو كما قال العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. القيام من الركوع لابد أن تسوي ظهرك. مش هلاقي واحد يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده وهو عامل ظهره كده منحني. لا، لازم تفرد ظهرك، لازم تفرد ظهرك كما قال أبو حميد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع سوى ظهره حتى يعود كل فقار مكانه، لغاية ما ترجع كل فقرة من فقرات الظهر في مكانها الأصلي. فلا بد أن أنت تسوي الظهر. الاستواء والقيام من الركوع ركن من أركان الصلاة. وكمان سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. مفيش في الأحاديث كلها والشكر. ناس كتير يقول لك ربنا ولك الحمد والشكر. جبت منين الشكر دي؟ يقول لك يا عم ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. ايه يا ولد الفذلكه دي؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. دي الآية دي عامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه ذلك؟
لم يخف عليه ذلك، ونحن مأمورون أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما وردش النبي صلى الله عليه وسلم قالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فما وردش إن هو قال ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل ما تبقى غدا بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك